السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطريقة سهلة وسريعة اليوم جبت لكم واحد الأكلة شتوية بامتياز، البقولة أو الخبيزة. كل واحد كيف كيقول لها على حسب المنطقة ديالو. منافعها كتيرة لا تعد ولا تحصى، والمذاق رائع رائع مع كل الأسرار باش كتبقى لنا اللون ديالها خضر وكتبقى طرية. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المقادير والطريقه الصحيحه. فما العاده ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي انضموا معنا وعجبهم المحتوى ديال قناه شهوة ام حفصه. ما عليكم غير تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا. وما كتحلى البداية غير بالصلاة والسلام على رسول الله الكريم. كيف ما كتشوفوا معايا، خدينا الخبيزة ديالنا. اول حاجه كنغسلوها مزيان المره الاولى والثانيه والثالثه حتى كيتصفى من هذاك التراب، وكتولي يعني داك الماء ديالها اللي كتطلق كيولي صافي. هكا كنتاكدوا بان راه الخبيزه ديالنا تغسلات مزيان، وكنخليوها حتى كتنشف من الماء مزيان. انا كنخليها ليله كامله حتى لغد عاد فاش كنقطعها كما شفتوا معايا قطعتها رقيقه. وفي هذه المرحله كنحتاج الثومه، كناخذ واحد 2 كركوبات ديال الثومه وواحد 2 قباطي ديال المعدنوس، وكناخذ واحد الحامضه كنقطعها دوائر كما كتشوفوا معايا. كناخذ ديك الثومه وكنديرها، يعني كنحاول انني كنديرها في داك الجوانب وفي الوسط ديال الكسكاس ديالنا، وكنديروا الحامض حتى هو، لانه هو اللي كيخلي داك يعني ديك الخبيزه او البقوله كتحتفظ على داك اللون الاخضر ديالها. واخا كتبان لكم الثومه كثيره، بالعكس راه الثومه كتعطيها واحد المذاق زوين، وما كيبانش المذاق ديال الثومه في البقوله ديالنا ملي كطيب. كما شفتوا معايا درت الماء في القدره، ودرت الخبيزه او البقوله ديالي كتبخر كما كتشوفوا معايا. يعني كنعطيها الوقت ديالها حتى كتبخر مزيان، وكنخليها حتى كتقطر من الماء مزيان مزيان. تقريبا واحد الساعه ولا ساعه ونص ديال المكانه. والمرحله الاهم اللي هي ديال التوابل او العطريه. كما كتشوفوا معايا خديت واحد الطنجره ودرت فيها زيت الزيتون اللي هي اساسيه، خاصها تكون كثيره. التحميره، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، الكمون والهريسه، وطريفات ديال الحامض مصير. وما ننساوش الملحه. هاد العطريه اللي يعني كتعطي واحد المذاق زوين للبقوله ديالنا. كنحركوها مزيان حتى يعني كتذوب في بعضياتها هذيك التوابل كما كتشوفوا معايا. عندي انايا يعني التحميره او البابريكا، كما كنقولوا، شويه يعني مدمه، فكندوبها مزيان باش ما كتبقاش ليا هكا طريفات في البقوله ديالي. وراه العطريه هي اللي كتعطي يعني المذاق زوين للبقوله ديالنا. باش ما كانت العطريه يعني كامله مكموله كما كنقولوا، باش ما كتكون البقوله ديالنا لذيذه بزاف. كما كتشوفوا معايا. صراحه انا كنت مريضه وما خليتهاش ساعه ولا ساعتين، خليتها حتى لغد ليه عاد فاش يعني فاش صايبتها. كما كتشوفوا معايا راه ما خسرات ما حتى شي حاجه، واخا بات ليله كامله وهي كتقطر من داك البخار اللي تيكون في الكسكاس هكا، الا انها بقات هي. وكما كتشوفوا قلت لكم كنحيد داك الطروفه ديال الحامض، وكناخذ داك البقوله ديالي وكنديرها في داك يعني في ديك الطنجره. كما كتشوفوا الثومه ديالنا راها طابت ولات زبده. وكنبدا كنهبط ديك البقوله ديالي على ديك الشرموله اللي صايبنا بزيت الزيتون وبالتوابل. ميام 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 الخبيزة زوينة. وبما ان الوقت ديالها فما نحرموش نفوسنا ونحرموا وليداتنا من يعني من المتعه ديال الاكل ديالها. وكيف ما شفتوا معايا يعني كنبدا كنخلط الخبيزه مع ديك العطريه او لا ديك الشرموله، يعني حتى كتشرب مزيان مزيان
عاد فاش كنديرها يعني فوق البوطه على نار مهيله، وكنخليها كتشرب داك يعني الا باقي فيها شي ماء يعني كتشربو، وكتطلق ديك الزويته ديالها اللي كتبقى يعني عاطيها واحد المذاق يعني، وحتى ديك الزيت يعني كتحافظ عليها. واخا ديروها يعني في الثلاجه في شي سوبيرة، فكتبقى لكم مدة طويلة. يعني على حسب نتوما الكميه اللي درتو ديال البقوله. كما شفتوا معايا يعني كندير الزيتون الاحمر اللي كيصرع الصراحه، يعني كيصرعها وكيعطيها واحد المذاق خاص ومميز. وهنا في يعني في هاد المرحله كنعاود نزيد واحد تقريبا واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، وكنعطيوها الخاطر حتى كتشرب وكتطلق ديك الزويته ديالها كما كتشوفوا معايا. وكتكون البقوله ديالنا اولا الخبيزه ديالنا وجدات، يعني ما خاصنا غير ان نجيب واحد الخبيز ديال الدار وناكلوها به. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها الصراحه كيشهي. كاين اللي كيخليها يعني حتى كتبرد وعاد كياكلها يعني كمقبلات، وكاين اللي كيسخنها على حسب كل واحد والذوق ديالو. وبالنسبه للناس اللي كيديروا كميه كثيره فتجيبوا واحد الطويصه وديروها فيها وتحتفظوا بها في الثلاجه. وقت ما تشهيتوها او حبيتوها غادي تجبدوا واحد الطبيصيل وغادي تزينوه بشرائح ديال الحامض مصير وبالزويتنات اللي نيت طابوا معاها. كتجي الصراحه طبق زوين بزاف لذيذ وصحي 100%. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على الاهتمام ديالكم، وكنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. واكيد كاينين ان شاء الله فيديوهات جديده، خصوصا ان رمضان على الابواب، فانتظروني ان شاء الله في شهيوات جداد مع شهيوات حفصه. وشكرا لكم، الى اللقاء. ونطير معك إلى ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي.